بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير حلم دخول غرفة العمليات للعزباء. رؤية دخول غرفة العمليات للفتاة العزباء، هذه الرؤية إذا رأتها في منامها فتدل على التفوق الدراسي. رؤية طيبة بتدل على أن سوف تتفوق في الدراسة إن كانت طالبة. وإذا كانت قد أنهت دراستها الجامعية فقد تدل هذه الرؤية على دخولها مرحلة جديدة كالخطوبة والزواج بأمر الله تعالى بالنسبة للفتاة العزباء. وإذا رأت الفتاة أنها تدخل حجرة العمليات وتقوم بعمل عملية جراحية في يدها، فهذا يدل على وجود مشاكل، والمشاكل دي مشاكل عائلية أو قد تكون مع أصدقائها، ولكن هذه المشاكل لن تستمر طويلا وسوف تتخلص منها في القريب العاجل بأمر الله تعالى. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تجري عملية جراحية في الأنف أو في الفم أو في الحنجرة فتدل هذه الرؤية على التعب، تدل على التعب وتدل على المعاناة، وهذا سيكون من بعض الأشخاص مما يجعلها تغلق على نفسها وترفض الزواج، ولكنها ستوافق بعد أن ترى الشخص المناسب لها وستتحقق لها السعادة بإذن الله تعالى. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها خرجت من غرفة العمليات، شافت أنها طلعت من غرفة العمليات، فهذه بشرى. هذه بشرى على إيه؟ على زوال المتاعب وتخلص الهموم وانتهاء المشاكل، وبشرى أيضا بتغير الحياة لها، تغير حياتها، وهذا التغير سيكون للأفضل، وأنها سوف تقدم على مرحلة جديدة في حياتها تحمل لها البشارات الطيبة وتحمل لها الهناء والسرور والأفراح. وقد تكون التغيرات دي أولها ارتباط بأمر الله تعالى وإقدام على خطوبة وزواج بإذن الله تعالى، وهذا ما تعنيه رؤية الفتاة العزباء لدخولها لغرفة العمليات في المنام. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.